السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناتي سفرة واو. جاية لكم النهاردة بفيديو من فندق أكاسيا سويس ريزورت مرسى علم. حقيقي دي أول تجربة ليا في مرسى علم، حبيت إن أنا أشارككم بيها معايا. أنا حجزت عن طريق شركة اسمها تراست واي في القاهرة. الطريق أخدتنا الساعة 1 من القاهرة، اتحركنا. الطريق أخد معانا 8 ساعات بالظبط، وصلنا مرسى علم الساعة 9. ده بالريست وكل حاجة. زي ما انتوا شايفين انا حجزت فندق اكاسيا لان انا عرفت ان هو الاكوا فيه كويسة. بس حقيقي كل حاجة في الفندق كانت هايلة جدا، من بداية من الاستقبال للفندق وشياكته والديكورات بتاعته اللي فيها ديكورات كده تحسسك بالمصرية القديمة. اول حاجه الريسبشن قالوا لنا اتفضلوا انزلوا المطعم افطروا. دي كانت لمحه حلوه قوي منهم، احنا لسه قبل ما نعمل التشيك ان اصلا. حبيت ان انا افرجكم ده شكل ستايل الغرف. دي حمامات السباحه، ده البول الاولمبي اللي هو مساحته 50 متر. ده كان بيطل على الغرفه اللي انا فيها، ده يعتبر قريب جدا من الاكوا. ويعتبر في اخر الفندق. ده للمحبي بقى العوم لمساحات طويله وكده. ده بيسين صغير اللي احنا داخلين عليه، ده اللي هم الاطفال الصغننين يعني. ده بار جنب كل بيسين او جنب كل اكوا هنلاقي على طول بارات بتقدم مشروبات دافيه ومشروبات بارده وميه. ده جيم جنب على طول، كان الولاد سهرانين فيه بعد ما الاكوا بتقفل وكده. ده جيم مفتوح، وفي كمان جيم مفتوح تاني عند الشاطئ. ده المكان المجهز للحفلات، بيكون جنب المطعم الرئيسي على طول. والبسينات موجودة في كل مكان يعني، مفيش زحمة ولا اي حاجة. في كل بسين هتلاقي، في كل مكان هتلاقي بسين، وجنبهم بار برضو علشان تقديم المشروبات الباردة والمية. ده المطعم الرئيسي. وجبة العشاء بيقدموها بره، بيحبوا ان هي يكون بره. مطعم من جوه ما شغال، بس على اساس تغيير ان هي تكون بره، وان الحفلة بتبتدي على الساعة 9، الناس تكون لسه في المطعم وبتتفرج على الحفلة. الجولف كار دي بتوصلنا من مكان للتاني. شايفين بقى الديكورات بالمراجيح، يعني في كذا اكتر من مرجيحة كده، عاملين جو حلو يعني. القلب ودي وواحدة تالتة كمان جلد. وفي بعض الغرف بيبقى ليها المرجحة الخاصة بتاعتها، واغلب الغرف بتطل على الجاردن. لكن انا الغرفة عندي كانت بتطل على البول الاولمبي، وكانت قريبة قوي من الاكوا. ده عند الشاطئ في اللي هو البحيرة الصناعية دي. شايفين جمال التشجير واهتمامهم بالتشجير، والعمالة 24 ساعة بينظفوا ويقصوا في الشجر، ومهتمين جدا بالمساحات الخضراء. شايفين المرجحة الحلوة دي على الفيو الرائع ده. في هنا مطعم تاني جنب المرجحة دي بالظبط، ده بيقدم وجبة فطار ووجبة الغدا بس. شايفين الشاطئ وجمال الشمسيات وجميل الركنات الخاصة بالعائلات. انا سايبه لكم صوت البحر لان القعدة عليه ممتعة. شايفين الخيمة الخشبية دي، القعدة فيها لذيذة ورطبة جدا. انت قاعد على الشط، انت الاسماك كلها حواليك يعني. شفت يعني بس من نضارة المية تقدر تشوف، يعني مش محتاج سنوركلينج ولا ادوات سنوركلينج ولا حاجة. المية صافية جدا، شفافة. تقدر ان انت تشوف بقى الاسماك. في اسماك ابيض في اسود، في اسماك لونها اصفر، في اسماك فسفوري، في شفت سمكة تركواز في فوشيا. حقيقي الوان سمك مبهرة، تجمعات سمك لذيذة جدا. هو الشط هناك ممهد رملي كده وجميل يعني، تستمتع وانت قاعد فيه. هنا بقى يلا بينا اوريكم بقى الاكوا دي. اكوا خاصة بالاطفال، هي كانت كده لسه ما اشتغلتش، هفرجها لكم دلوقتي وهي شغالة. هنا ده الجيم اللي على الشط، حبيت ان انا افرجه لكم برضو. الاطفال بتحب تلعب فيه برضو، هم قاعدين على البحر.
دي بقى الغرف اللي بتطل على البحر. دي اكيد دي غرف مميزة بقى. المكان اللي صورته لكم اللي فات ده كان مكان التأجير الدايفنج، ادوات السنوركلينج اقصد. ودي مكان كيدز اريا كده للاطفال، اللي ممكن اللي حابب يسيب ولاده الصغيرين فيها. دي البازارات كل حاجة موجودة فيها متوفرة، والاسعار يعني معقولة، يعني ان هي مكان سياحي الاسعار فيه مش وحشة. كل حاجة في أكاسيا حقيقي كانت يعني فوق التوقعات. من استقبال الريسبشن لاستقبال مستر وائل، ده كان بيتصل علينا يوميا يهتم يعني يعرف ايه الاخبار، يعني اهتمام بالديتيلز قوي، ان هو عايز يعرف احنا مرتاحين، في حاجة ناقصة معانا في الغرفة، محتاجين اي حاجة. اي حاجة بتطلبها من الريسبشن فورا بتكون عندك. استقبالهم لينا معذرة، ده صالة التنس، وده السبا، ده جنب الاكوا. وفي كمان الجيم المقفول ده اللي الناس بتلعب فيه، ده برضو جنب الايه الاكوا. كان اهتمامهم بالتفاصيل او بالراحة النفسية للعملاء عالي جدا. هنا دي بوابة الاكوا. الاكوا بقى فيها العاب متنوعة، من اللي هي صعبة قوي او اللي هي مفرحة. دي لعبة بقى جماعية بينزلوا فيها بعوامة فاميلي، بتبقى 4 افراد. دي كانت الكل بيحبها قوي. ايوه دي العوامة الفاميلي. من مشكلتها بس طلوع السلالم دي كلها بالعوامة الكبيرة دي، بس هي كانت محببة قوي للكل، يعني للاطفال وللكبار. التسونامي ده بقى شديد شوية، بس هي بتبقى متعة يعني لكل الشباب او الاطفال اللي بيحبوا يلعبوا الالعاب دي. وكمان اللي هي الاسطوانة دي اللي هي زي المخروط دي فظيعة. انت فجأة ما بتلحقش تلمح نفسك وانت فيها، بتلاقي نفسك نزلت هوب مرة واحدة. ده الكريزي ريفر، دي الادوات بتاعته اللي يحبوا يعملوا التجديف، وبمواعيد معينة بيفتح فيها. بيلف تقريبا حوالين البسينات كلها. الزحليقة الخضرة دي من الحاجات اللي لف 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 فظيع، انبوبة كده بقى مقفولة، فالمتعة فيها عالية قوي. دي الالعاب دي يعني مناسبة يعني للكبار شوية، يعني مش الاطفال مش اطفال قوي، لان هي محتاجة طول، البسين فيها محتاج طول. طبعا الاكوا عليها الحرس، مش بيسمحوا ان حد يعني بعد ما ينزل من الزحليقه ان هو يبقى متواجد جوه البسين، حفاظا على سلامتهم. على طول بيخرجوا الناس اول باول. الانبوبه بقى اللي هي السودا الشكل الرينبو دي كانت فظيعه، بس لذيذه جدا. دي بقى اكوا للاطفال اللي هم ممكن سن 2-3 سنين يلعبوا فيها، هيكون ليهم طول مناسب مع اشراف طبعا الاهل، هيستمتعوا فيها جدا. دي بقى ايه، البسين هنا بقى في دي اعمق شويه، فبالتالي عايزه سن اطفال اكبر شويه. ودي بقى ايه دي بقى بافكارها كلها بقى موجوده للاطفال بكل الافكار، فيها افكار كتيره جدا. دي تبع الكيدز اريا اللي فرجتها لكم. ده المكان الخارجي ليها كده، في كام زحليقه وكام لعبه للاطفال. ده قريب جدا من الاكوا، يعني العاب الاكوا. انا كانت الغرفه بتاعتي قريبه للاكوا، بس كانت المطعم في نص الفندق، بتمشي مسافه علشان تروح للشط، وبتمشي من الناحيه التانية نفس المسافه عشان تروح للاكوا. فانا كنت جنب الاكوا، فكان علشان اروح المطعم امشي يعتبر نص مساحة الفندق، وعلشان اروح للشط امشي باقي مساحة الفندق كمان. فكانت المساحة فيه كبيرة جدا يعني لو كبار سن او كده هيرهقوا او هيتعبوا شوية.
ده الجيم اللي جنب الحمام الاولمبي، ده كان الولاد بيبقوا سهرانين فيه. ده المتعة او اللعب بتاعهم بعد ما الاكوا بتقفل. كل مكان كده فيه بار بيقدم مشروبات باردة ومشروبات سخنة والمية في موجود في كل مكان. دي البحيرة الصناعية وهي شغالة شكلها حلوة قوي، حسسك ان انت على الشط. دي بحيرة صناعية تانية موجودة عند الشاطئ على طول. شايفين جمال الخيمة الخشبية دي؟ البحر بقى بالسمك اللي فيه متعة تانية خالص. وانت قاعدة الأسماك الملونة بشكل الخيام العائلية اللي مش مكشوفة حد يبقى كاشف حد، واللعب في الرمل والمية وصفائها، والأسماك الملونة اللي لوحة من الألوان الجميلة جدا. مية صافية، الشط بتقدر تنزله في كل وقت، هو بيقفل الساعة 7. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ده المكان اللي بنعمل عنده سنوركلينج تبع الفندق. استنوني في باقي الفيديوهات. باي باي.